ده بارت 2 من ازاي الحمد لله انا طولت شعري وفي شهر واحد بس. ويجي هنا دور ميكس التطويل اللي عملته معاكم قبل ما ابدا التحدي. لو تفتكروا انا استخدمت فيه 4 زيوت من اهم واقوى الزيوت اللي بيفيدوا في اطاله الشعر وتغذيه الفروه وان الشعرايه تبقى هيلثي. كان في زيت جوز الهند واللي بالنسبه لي جوكر في تطويل الشعر وبعتمد عليه دايما كل مره، ممكن تبدلوه باي زيت الفروه بتاعتكم بتحبه. تاني زيت استخدمته هو زيت الجرجير، وده مشهور في اطاله الشعر بشكل مش طبيعي، لدرجه ان في سبريهات في الماركت المصري قايمه على مشتقات زيت الجرجير في اطاله الشعر. يعني لو عايزين تطولوا شعركم هاتوا السبراي دوت، الماده الفعاله اللي فيه مشتقات زيت الجرجير. تالت زيت وده من اقوى الزيوت في الاطاله لان فيه ماده الكبريت واللي بيساعد على طول مده نمو الشعرايه. يعني لو الشعرايه بتاعتنا بتعيش سنتين يخليها تعيش 3 وبالتالي تطول سنه ثالثه. هو زيت الثوم. اخر حاجه كان زيت النعناع، وهنا ده كان مسؤول عن تطهير الفروه بشكل مستمر، بيقتل اي فطريات وبيخليها دايما في وقايه من القشره اللي اصلا بتخلي الفروه مش صحيه، وبالتالي الشعر برده